السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى محمد. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واكثروا في شهر رمضان المبارك من الصلاة على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، واكثروا من الاستغفار لعلها تكون ساعة استجابة، ولعلها يكون وقت رحمة ومغفرة من الله عز وجل. رابطة الأندية وأزمة القرن ومباراة الأهلي والزمالك دي أزمة القرن، لأن احنا من ساعة مباراة الأهلي والزمالك واحنا قاعدين بنبت ونت ونفت في الموضوع. احنا من ساعة ما مباراة الأهلي والزمالك لم يتم يعني ما اتلعبتش وتم او انسحاب النادي الاهلي زي ما الناس بتقول، والقرار التاريخي اللي عمله النادي الاهلي، الناس كلها بتبت وتنت والناس كلها بتطلع كلام من عندها. دلوقتي الخبر اليقين من رابطة الأندية باعتماد المباراة واعتماد الثلاث نقاط لنادي الزمالك وخصم 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم، وتحمل النادي الأهلي كافة الخسائر الناتجة عن عدم لعب هذه المباراة. يعني بيطبق على النادي الأهلي اللوائح في هذه المباراة بعد انسحابه، يعني بيتم تطبيق اللوائح جميعها من رابطة الأندية. بس في حاجة قبل ما اقول لك، تقول لي يعني خلاص كده النادي الاهلي كده اتطبق اللوائح وهيلعب بعد كده المباريات؟ ما انا لسه جايلك في السكة، احنا لسه خلصنا. ده التقيل لسه جاي. قبل ما تعلن رابطة الأندية عقوباتها على النادي الاهلي كان النادي الاهلي سابق بخطوة. النادي الاهلي بيرسل خطابا للجنة الأولمبية المصرية في شكوى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، لاتحاد الكوره ورابطه الانديه، ان هم كانوا في وعود مسبقه لم يتم تنفيذها خلال المباراه او قبل مباراه القمه، وده اللي دفع النادي الاهلي للانسحاب لعدم وجود تكافؤ الفرص وينتظر البت في الشكوى. ورابطه الانديه حتى لما نزلت بيانها وعقوباتها قال لك احنا بننزل العقوبات وانتظار البت في شكوى النادي الاهلي للجنه المصريه، للجنه الاولمبيه المصريه، الشكوى اللي بعتها النادي الاهلي للجنه المصريه الاولمبيه، وبعد كده هيتم اعتماد القرار النهائي. يعني احنا كده لسه ما انتهاش الموضوع. الاهلي نزل البيان انه هيعمل انه قدم شكوى للجنه الاولمبيه، وبعديها نزل رابطة الأندية العقوبات الصادرة على النادي الأهلي في انسحابه من مباراة القمة أمام نادي الزمالك. طب كده الناس تقول لي يا عم، طب احنا كده احنا دخلنا في دوامة، احنا كده مش فاهمين حاجة، وحياتك احنا نفسنا مش فاهمين حاجة. هتقول لي ازاي يعني؟ ما انت المفروض راجل بتعمل فيديوهات، يعني المفروض طلع بتتكلم. ما هي الأزمة دي مشبكة كده، الأزمة دي راكبه على بعضها كده، الازمه دي تحس ان هي داخله في يعني ضربه غطس كده في بعضه. فالمشكله احنا مش عارفين اخرتها ايه. زي ما بقول لك كده، الطمه الكبرى والنصيبه الكبرى بالنسبه لنا كجمهور، ويمكن يكون في كم كبير جدا متفق معايا في الموضوع دوت، هو رجوع النادي الاهلي في القرار بعد ما نشوفه بقى، حتى نشوفوا اللجنه المنظمه دي او اللجنه الاولمبيه دي هتعمل ايه، ونشوفوا الكلام ده كله. هو كده كده رابطه الانديه بره عنه الليله، قال لك انا اعتمدت العقوبات، والنادي الاهلي نزل بيان قبلها، لان اساسا احنا بقى لنا يومين 3 عارفين ان رابطه الانديه هتنزل العقوبات على النادي الاهلي، هتفرض العقوبات. حته البيان اللي نزله النادي الاهلي ده جديد علينا، ان النادي الاهلي ينزل بيان وانه بتصعيد. احنا كنا عارفين ان كده كده الاهلي هيصعد، بس هل تصعيد النادي الاهلي للازمه هيكون ليه توابع وهيكون ليه الحق الكبير، ولا تصعيد النادي الاهلي هيكون ملوش اي عازه؟
هل النادي الاهلي معاه مستندات كافيه وان قرار الانسحاب ده كان قرار رادع وصحيح بعد مراجعه طبعا وبعد جلسات وبعد اجتماعات؟ كان القرار صحيح ولا في حاجه تانية؟ نحن داعمين للنادي الاهلي وبنقف جنب اداره النادي الاهلي، واقفين جنب الاهلي قلبا وقالبا كده. احنا بنساندوا النادي الاهلي لنجاحه، احنا دايما ورا النادي الاهلي عشان خاطر النادي الاهلي مش عشان اشخاص. بس الفكره، هل القرار ده هيكون توابعه النادي الاهلي هيتراجع لانه لم يعني ما درسش القرار ده كويس، ولا عنده المستندات الكافيه اللي تخلينا نتفاجئ؟ ده اللي هنشوفه الايام الجايه، وربنا يستر. ده اللي هنشوفه الايام الجايه وربنا يستر. سلام.